لفائدة العناصر الوطنية. إمكانية التمرير من شمس الدين الطالبي، تدخل وتغطية حاضرة. ديغو غوميز هو اللي استرجع الكرة، كان من الحصول على ضربة جزاء في مباراة سابقة أمام منتخب الإكوادور. صحيح أنه لم تتم ترجمة ضربة جزاء لهدف، ولكن العمل كيقوم به العناوي عمل كبير. ياسين جسيم بطريقة ممتازة كيرجع الكرة، تعود لرضوان حلحال كيصعد بالكرة، تمرير على مستوى الجهة اليسرى لشمس الدين الطالبي. شمس الدين الطالبي تمرير تقصيرة بلاعبي المنتخب الوطني المغربي. أشرف حكيمي لعيسى ديوب، تمرير تقصيرة بلاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيحاولوا انه يخرجوا اللاعبين ديال المنتخب باراغواي. احترام كبير كيلعب الكرة طويلة، تصل لياسين جسيم. أشرف حكيمي، حكيمي كرجع الكرة لسمير المرابط، مرة أخرى لعيسى ديوب. رضوان حلحال، أنس صلاح الدين، كرة في الجهة اليسرى شمس الدين الطالبي. شمس الدين الطالبي الى جانبه انس صلاح الدين كيمر في اتجاه لاعب بلال الخنوس. الخنوس يعيد الكره مره اخرى لنائل العناوي. العناوي كره على مستوى الجهه اليمنى. ياسين جسيم، امكانيه المراوغه والتمرير داخل مستطيل العمليات، فضل انه يمرر ياسين جسيم. ياسين جسيم حتى الكره دي محاوله بحث امكانيه المراوغه، تدخل. اعتقد كان هناك خطا، اعتقد انه كان هناك خطا خصوصا الحارس. المراوغه طريقه ممتازه، تدخل والخطا كان حكيمي. إمكانية استثمار هذه المحاولة البحث على الرأسية ديال ديوب، دائما محاولة حكيمي. إمكانية استثمار هذه المحاولة البحث على الرأسية ديال ديوب، دائما محاولة. فرصة ديال ياسين جسيم مشات فوق المرمى. أول محاولة نتابع من جديد، كان خروج خاطئ ديال الحارس جيل أورلاندو. هنا التسديدة لكن ما كانش مؤثرة. لاحظوا الخروج ديال جيل أورلاندو، وصلت الكرة ياسين جسيم الوطني المغربي الأول. ياسين جسيم البحث عن امكانيه التمرير على مستوى الجهه اليسرى عند انس صلاح الدين لشمس الدين الطالبي. طالبي امكانيته التقنيه شمس الدين الطالبي، لكن تغطيه حاضره من طرف لاعب ديغو غوميز. اخر مواجهه كان انتصار ديال المنتخب الوطني المغربي 2-0، هدفي كما قلت صابيري وبوفال، كذلك امام كولومبيا وامام الباراغواي الان مباراه، ثم امام الاكوادور. تقريبا 15 مواجهه امام منتخبات امريكا الجنوبيه، جوج ديال انتصارات المنتخب الوطني المغربي، 4 ديال التعادلات في الوقت 9 ديال الهزائم. المنتخب المغربي سجل 7 ديال الاهداف، دخلت المرمى ديالو 20 اصابه. هذوما الارقام والمعطيات والاحصائيات اكيد في مواجهه ديال الكره المغربيه مع منتخبات امريكا الجنوبيه. كره طويله اتجاه اللاعب غابرييل افالوس في الوسط، ترجع كره من ديغو غوميز للحارس جيل أورلاندو. جيل أورلاندو، لاحظوا الضغط من طرف سفيان رحيمي في الوسط لفائدة المنتخب الوطني المغربي. نائل العناوي حاول بلال الخنوس من خلال الكرة. أشرف حكيمي، تدخل تعود من جديد لفائدة تدخل ديال ميغيل ألميرون في لاحظوا من الميرون مشى الكره، ولكن نتدخل لمتابعه للاعبين. كره طويله، محاوله بدايه المنتخب الباراغواي. خوليو انسيزو، حذري من التمرير، ترفعت الكره في القائم الثاني. محاوله تدخل ياسين بونو، دائما الخطوره مره اخرى. ياسين بونو ابعاد الكره من نائل العناوي، دائما الخطوره في مناسبتين. سنتابع من جديد هذه المحاوله، انطلاقه ديال خوليو انسيزو اللي انطلق على مستوى الجهه اليسرى، وان كان مضايق من نائل العناوي، تمكن من المراوغه ثم التمرير في القائم الثاني. وهنا الخطوره، تسديده، تدخل ممتاز ديال ياسين بونو ثم داميان بوباديا اللي سدد. ولاحظوا التعلق ديال الحارس ديال الجهه اليمنى بالفعل عند اشرف حكيمي. تدخل، استرجاع كره، حذري من المرتدات السريعه. ميغيل ألميرون لكن تغطيه كانت حاضره من طرف بلال الخنوس. اشرف حكيمي تمرير، تدخل كان ممتاز للحارس ياسين بونو في مناسبتين، وامام جونيور الونسو في التسديده الثانيه كما نتابع. لاحظوا التغطيه دي هذه محاولة من جديد لمنتخب الباراغواي. الحكم كان خطأ، يعلن عن الخطأ. هذه المحاولة لفائدة منتخب الباراغواي، انطلاقة ديال خوليو انسيزو، كان
تدخل ديال نائل العلاوي. تابعنا كذلك ردة فعل ديال خوليو انسيزو لاعب فريق ستراسبورغ الفرنسي. دار وبتقنيات لعبت الكره دائريه راسيه، تدخل ياسين بونو، ممتاز بونو كيبعد الكره ويبعد الخطوره. كالحارس ياسين بونو سنتابع من جديد. بالفعل كان هناك وضعيه تسلل، لعبت الكره دائريه راسيه لخوليو انسيزو، هو اللي لبس الكره. خوت اللاعب سمير المرابط سنتابع. محاولة في ذات المنتخب الوطني المغربي، لعبت الكرة لبلال الخنوس، كرجع الكرة للخلف، تمريرة عرضية، تدخل دائما لفائدة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية رفع الكرة العرضية ممتازة، لكن تدخل الدفاع دائما خطورة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سيرجع الكرة مرتد هجومي الآلي لفائدة المنتخب الباراغواي على مستوى الجهة اليمنى، انطلاقة ديال ديغو غوميز، حذر من هذه المحاولة دائما لفائدة منتخب الباراغواي. ترفعت الكرة لكن على مستوى الجهه اليسرى جونيور الونسو راسيه، لكن تغطيه حاضره على صلاح الدين اشرف حكيمي. في الوقت الحاكم ظهر المدافعين. سنتابع من جديد تمريره ديال ميغيل الميرون، غابرييل افالوس فقد التوازن بعدما كانت تغطيه ممتازه لرضوان حلحال اللي كيقدم تعليمات لاعبي منتخب. تمريره من داميان بوباديه على مستوى الجهه اليسرى، خوليو انسيزو العوده ديال اشرف حكيمي، تدخل ديال اشرف حكيمي والحكم ينطلق على مستوى الجهه اليسرى. العوده صعود خوان سيسيري، صعود عمر الديريتي، الراسيه، تدخل يبعد الكره من بلال الخنوس، تدخل تمريره طويله من عمر الديريتي داخل مستطيل العمليات، كره بالراس حذاري من هذه المحاوله لحسن الحظ بالكره الاخيره. كانت محاولة خطيرة لفائدة منتخب الباراغواي. لاحظوا العودة غادي ندخلوا الخمس دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. لاحظوا بالفعل تدخل ديال هذه محاولة، لكن لاحظوا يعني العودة ديال كذلك لاعب خوليو انسيزو على مستوى الجهة اليسرى. طالبي تمريرة، سيرجع الكرة بطرف ياسين جسيم، سفيان رحيمي انطلاقه ديال رحيمي، كيبحث لان قوه رحيمي على مستوى المساحات وعلى مستوى الانطلاقات والممرات. سفيان رحيمي محاوله المراوغه، تدخل، سيرجع الكره بشكل ممتاز. سفيان رحيمي شو يعمل؟ رحيمي داخل مستطيل العمليه. سفيان رحيمي البحث كان تسديده وتدخل الحارس كبير اللي بدلو سفيان رحيمي. لاحظوا استرجاع الكره من ياسين جسيم، رحيمي داخل مستطيل العمليه، تمكن من المراوغه، يسدد الانطلاقات والممرات. سفيان رحيمي محاوله المراوغه، تدخل، استرجاع الكره بشكل ممتاز. سفيان رحيمي شو يعمل؟ رحيمي داخل مستطيل العمليه. سفيان رحيمي البحث كان تسديده وتدخل الحارس جيلو رونالدو. مجهود كبير اللي بدلو سفيان رحيمي. لاحظوا استرجاع الكره من ياسين جسيم، رحيمي داخل مستطيل العمليه، تمكن من المراوغه، يسدد بفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله امكانيه التمرير بالفعل، البحث على العرضيه من اشرف حكيمي، خنوس، بدايه حكيمي وبلال خنوس ينهيها بافضل طريقه وبتسديده في مرمى الحارس ممتازه في الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله امكانيه التمرير بالفعل، البحث على العرضيه من اشرف حكيمي، افضل بدايه للمنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره الجماهير المغربيه الحاضره وكذلك العناصر الوطنيه والناخب الوطني محمد وهبي. نتابع من جديد تمريره من اشرف حكيمي وبلال خنوس. لاحظوا ياسين فيها بافضل صوره وبافضل ياسين جسيم، ما زاد ما نقص، وضع كره امام اشرف حكيمي، والختم كان بطريقه ممتازه من بلال خنوس بلمسه واحده. لعب الكره عند براين اوخيدا، تغطيه ممتازه، استرجاع كره، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه كانيه ياسين جاسي مره اخرى، الله نائل العناوي في المكان المناسب، يضع الكره في شباك هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ممتازه يمكن نقول يعني بنفس الطريقه تمريره اشرف حكيمي، هذه المره نائل العناوي في المكان المناسب، كيوضع الكره في شباك الحارس جيل اورلاندو. المنتخب الوطني المغربي فرحه كبيره جماهير المغربيه بهدف وطني. لاحظوا المرتد هجومي سريع
ياسين جسيم وضع الكره امام اشرف حكيمي. يعني صوره لاحظوا الختم ممتاز من نائل العنوي. ياسين جسيم ومتابع بجديد انطلاقه ديال ياسين جسيم يبرر لاشرف حكيمي. نائل العنوي القادمون من الخلف يضع الكره في الشباك بطريقه ممتازه، يهزم الحارس جيل اورلاندو كما قلت بنفس الطريقه ديال الهدف الاول. كان خروج امام المنتخب الاسباني، محاوله بواسطه اللاعب خوليو انسيزو. جسيم بامكانه المرور عند اشرف او ياسين، غادي يبحث على امكانيه التسديده وتدخل الحارس. جسيم اللي قاد هذا المرتدى الهجومي ممتاز انس صلاح الدين، لكن سيرجع الكره حذر من هذا المرتدى السريع لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليسرى. انطلاقه ديال ميغيل ارميرون، تسديده في الوقت الترتيب العالمي يقود المنتخب الاسباني. هذه محاوله خطيره خطيره خطيره، تدخل والتغطيه حاضره. العوده ديال اشرف حكيمي في الوقت اللي كذلك رضوان حلحال اللي يسيب على مستوى الجبله. انطلاقه ديال ياسين جسيم، شو غادي يعمل؟ البحث عن امكانيه التوغل، انطلاقاته تحركاته سرعته وتقنيته. دياز سجل كل لاعبين ديال المنتخب الباراغواي، خطيره خطيره واسطه خوليو انسيزو. دخول الحارس ياسين بونو، لازم اخراج الكره من هذا. ترجع الكره من طرف لاعب خوليو انسيزو. لعبات الكره في القائم الثاني الرأسي منتخب الباراغواي. دييغو غوميز، تمريره خطيره خطيره خطيره، تدخل وابعاد الكره. ابعاد الكره بكريه وحدي، محاوله كان بامكانها تعطي هدف لفائده منتخب. خروج ديال الحارس ياسين بونو ما كانش خروج موفق، لكن العوده كانت بطريقه موريسيو كيلعب الكره داخل المستطيل العمليات الراسيه. خروج ياسين بونو، خروج ياسين بونو. حكم كيطلب ان يكون هناك هدوء لانه كان تدخل ديال عمر الديريتي في الكره الاخيره. وضعيه ديال اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي، لاحظوا الديريتي كان وضعيه ديال اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي، لاحظوا الديريتي كان لوحده. هل كان في وضعيه تسلل؟ ننتظر القرار، نتمنى يكون في صالح. اذا وضعيه تسلل والغاء الهدف. انطلاقه ديال اخوان كاسيريس من جديد. اخوان كاسيريس رفع الكره في القائم الثاني، خطيره وهدف اول. هدف اول لفائده منتخب الباراغواي. تمريره من اخوان كاسيريس، رجعت الكره من جديد، رفع الكره في القائم الثاني الراسيه للاعب كامايرو، غوستافو كامايرو هو اللي تمكن من تسجيل الهدف وبالتالي تذويب الفريق. صبح قابل هدف واحد. كاسيريس رجعت الكره من جديد، رفع الكره في القائم الثاني الراسيه للاعب كامايرو، غوستافو كامايرو هو اللي تمكن من تسجيل الهدف وبالتالي تذويب كاسيريس. نتابع من جديد تمريره من اخوان كاسيريس، رجعت الكره من جديد، رفع الكره في القائم الثاني الراس. نتابع من جديد ارتقاء ديال ايوب الكعبي، المستطيل الاخضر. هنا كنتابعوا المحاوله اللي عطات الهدف، تمريره من اخوان كاسيريس في القائم الثاني. المتابعه ديال اللاعب كامايرو غوستافو اللي تمكن من وضع الكره في الشباك من زاويه اخرى. هدف منتخب الباراغواي كان لي وحده، كاش تدخل كان في الوقت اللي